لو كنت من متابعين قناة معلومة في السريع، فأنت أكيد شفت الفيديو اللي فات اللي اتكلمنا فيه عن 12 مشكلة بتقابل المتقدمين في الإسكان الاجتماعي. والنهاردة معانا الفيديو السادس في السلسلة، وجايب لك تكملة للمشاكل اللي ممكن توقف أو تعطل طلبة. المرة دي معانا مشاكل جديدة ومهمة جدا، وصدقني المشكلة 18 و20 وقع فيها ناس كتير جدا وضيعت عليهم فرص. فخليك معايا للآخر علشان ما تكررش نفس الأخطاء. ولو لسه ما شفتش الفيديوهات اللي فاتت هتلاقي اللينكات كلها في الوصف وأول تعليق. ويلا بينا نبدأ. نروح للمشكلة رقم 13. ناس كتير وهي بتكتب بيانات الدخل اكتفت بالدخل الأساسي بس، مع إن ليهم دخل إضافي تاني وما كتبوهوش، وده بيبان في مرحلة الاستعلام. وللأسف ساعات الطلب بيترفض، علشان كده مهم جدا تكتب كل مصادر دخلك سواء الأساسي أو الإضافي. ومن هنا نروح للمشكلة رقم 14. بعض الناس أول ما تيجي تكمل بياناتها بيظهر لها رسالة يوجد طلب بالفعل، والسبب غالبا إنهم عملوا أكتر من طلب بالخطأ. الحل إيه؟ الحل إنك تدخل على حسابك في المنصة وتروح على قائمة طلباتي. لو لقيت طلبات مكررة كمل على أي طلب فيهم وعدل كل البيانات اللي فيه، لأن مش هينفع تلغي الطلب إلا إذا كان مكتمل. وبس لو لقيت الدنيا مش مظبوطة ومش قادر تتحكم وتكمل طلبك، يبقى لازم تتواصل مع الدعم الفني للمنصة على رقم 15 3 ساعات وهم يحلوا المشكلة. خلي بالك أنا لسه في أول مشكلتين، ولسه في مشاكل أهم جدا جاية، وأكيد هتلاقي مشكلتك بينهم. وبالمناسبة السلسلة كلها موجودة في صندوق الوصف وأول تعليق، شوفها بعد الفيديو علشان تلم كل التفاصيل. ندخل بقى على المشكلة رقم 15. في ناس شغالة بره مصر وبتسأل هل ينفع يقدموا ولا لأ. هقولك المفيد. الأفضل إن الزوجة لو مقيمة في مصر هي اللي تقدم باسمها. السبب إنك لو قدمت من بره هتحتاج تثبت دخل بالجنيه المصري مناسب للشريحة اللي حضرتك بتقدم عليها، وكمان تجيب ما يثبت محل إقامة هنا في مصر وإيصال مرافق، وده طبعا صعب جدا وإنت مش موجود. علشان كده الأفضل الزوجة هي اللي تقدم. لكن اطمن، في إعلانات تانية بتكون مناسبة للمغتربين، تابعونا وإن شاء الله نتكلم عنها أول ما تنزل. ومن هنا نوصل للمشكلة رقم 16. ناس كانت عاملة شهادة دخل ب 3500 جنيه في الإعلان اللي فات، ومش عارفين يعملوا إيه دلوقتي بعد ما الأسعار والأقساط اتغيرت. هنا الأفضل إنك تعمل شهادة دخل أعلى. ليه بقى؟ لأنهم بيحسبوا القسط على أساس 40% من مرتبك الشهري، يعني لازم مرتبك يغطي القسط بشكل واقعي. ولو مرتبك قليل ساعات بيضطروا يكبروا في قيمة المقدم علشان القسط يطلع أقل وتقدر تدفع. وعلى فكرة لو لسه متابع معايا لحد دلوقتي يبقى أنت فعلا مهتم إن طلبك ينجح. فما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة علشان توصلك باقي الفيديوهات، ولسه قدامنا مشاكل أهم جدا. تعال بقى ندخل على المشكلة رقم 17. لو لا قدر الله ضاع منك إيصال سحب مقدم جدية الحجز القديم، الحل انك تروح مكتب البريد ومعاك بطاقتك ورقم موبايلك وتطلب منهم يطبعوا ايصال جديد بدل اللي ضاع. نوصل دلوقتي بقى للمشكله رقم 18. ناس كتير وهي بتدخل بيانات الابناء مش بتلاقي خانه الابناء مفتوحه. السبب غالبا ان الحاله الاجتماعيه مكتوبه اعزب، علشان كده لازم تختار الحاله الاجتماعيه متزوج، وساعتها هتظهر لك خانه الابناء. ولو لسه المشكله مستمره جرب تدخل من متصفح مختلف او جهاز كمبيوتر تاني. وهنا بقى حابب اقول لك المشاكل اللي فاتت بسيطه، لكن اللي جاي اخطر وممكن يضيع فرصتك بالكامل. لو ما خدتش بالك خليك معايا للاخر، كل مشكله هنقولها وممكن تنقذك من الرفض. اما بقى المشكله رقم 19. في ناس بتواجه فشل في تحميل الملفات. الحل الاول تتاكد ان الملف بصيغه PDF وحجمه ما يزيدش عن 2 ميجا. ولو الملف صح ولسه مش راضي يتحمل جرب تغير اسم الملف على جهازك وتخليه بالانجليزي من غير مسافات او رموز. وبرضه جرب ترفعه من متصفح تاني او جهاز تاني، والاهم يكون النت عندك كويس. لو بعد كل ده المشكله لسه موجوده ساعتها لازم تكلم الدعم الفني للمنصه. خلينا نروح على المشكله رقم 20. الناس كانوا مقبولين قبل كده وفجاه ظهر لهم قوائم رغم انهم ما غيروش اي بيانات. كلمه قوائم معناها ان في مشكله في شرط من الشروط، زي ان يكون عندك عداد كهرباء او غاز باسمك، او انك قدمت قبل كده وخدت شقه فعلا، او ان دخلك زاد عن الحد المسموح بيه. الحل هنا انك تعمل شكوى من خلال الدعم الفني لمنصه مصر الرقميه، وكمان من موقع صندوق التموين، وتشرح لهم الموقف بالتفصيل. لو وصلت لحد هنا يبقى عايزك تعمل لايك علشان تدعمنا نكمل السلسله دي، واشترك علشان يوصلك الفيديو الجاي. ندخل بقى على المشكله رقم 21. في مدن او مشاريع بتكون موجوده في الكراسه لكن وانت بتقدم على الموقع مش بتظهر. هنا لازم تتاكد انك اخترت المحافظه صح، واخترت نوع التسليم صح سواء فوري او بعد 36 شهر، وكمان ان دخلك مناسب للشريحه. بعض المدن بتكون متاحه لمحدود الدخل بس. لو كل بياناتك صح ولسه مش بتظهر يبقى غالبا في مشكله في الموقع. جرب متصفح تاني او جهاز مختلف، ولو ما اتحلتش كلم الدعم الفني. المشكلتين اللي جايين بقى دول بالذات وقعت فيهم ناس كتير جدا وخسرت شقتهم، فركز معايا كويس. ومن هنا نروح للمشكله رقم 22. في ناس نسيت ترفع ايصال المرافق، ده ممكن يعمل مشكله فعلا لانه من الاوراق المطلوبه.
ولو قدمت خلاص للأسف مفيش تعديل بعد التقديم. الحل لو لسه ما دفعتش إنك تلغي الطلب وتعمل طلب جديد، مع إن في مخاطرة إن الموقع يقع أو يهنج، لكن في ناس كتير جربت الطريقة دي وتم الطلب بنجاح. أما لو دفعت خلاص، ساعتها تستنى وتشوف النتيجة، ولو اترفضت تقدم إيصال المرافق في التظلمات. وفي حل أفضل كمان إنك تكلم الدعم الفني للمنصة مباشرة. وأخيرا نوصل للمشكلة رقم 23، ودي خاصة بالناس اللي في الإعلان التكميلي وحصل عندهم تغيير في الحالة الاجتماعية أو في الدخل أو في السكن، وما قدموش الأوراق اللي تثبت التغيير ده. للأسف ده ممكن يعرض الطلب للرفض، لكن ما تقلقش، في حلول. لو لسه ما دفعتش تقدر تلغي وتقدم طلب جديد. وبرضه لازم أحذرك إن في مخاطرة زي ما قلنا، إن الموقع يقع أو يهنج فجأة، لكن في ناس كتير جربت وعدت تمام. أما لو كنت دفعت خلاص، يبقى عندك حلين: يا إما تستنى ولو اترفض طلبك تقدم المستندات في التظلمات، يا إما تكلم الدعم الفني مباشرة وتشرح موقفك، وده أفضل الحلول. وده كان الجزء السادس من سلسلة مشاكل الإسكان الاجتماعي وحلولها. لو مشكلتك ما تكلمناش عنها النهاردة، اكتبها في الكومنتات وهرد عليك إن شاء الله. ما تنساش تعمل لايك وتشارك الفيديو مع حد مهتم، واشترك في قناة معلومة في السريع وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي.